ماشي الحادث ولا هذه فرانس 24 وجورناليست اللي دار انترفيو لهذا ابو عبيده العنابي. تبغى نوري لكم واش يقول. دوك نوري لكم هذه جديده. اوكي هذه سي لو 23/11/2020 بعد مقتل دروكدال هذاك. من هو مبارك يزيد الزعيم الجديد لتنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي خلفا لعبد الملك دروكدال. تسمى هذه جديده غير كيما هكذايا. اسمعوا واش يقول يا الخاوه. دعم الحراك الذي حصل في مصر، وهذا منهج القاعده خلافا مع منهج الاسلاميه الذي. نبدا بهذا التعيين، تعيين ابو عبيده العنابي، كيف تحصلنا على المعلومات حول هذا الموضوع؟ هو وصلني يوم السبت الفائت بعد الظهر إصدار فيديو قرابة 20 دقيقة فيه الكثير من المعلومات، ومن بينها الإعلان أن العنابي سيخلف أبو مصعب دروكدال الذي كما تفضلت وكنت قتل خلال عملية فرنسية في شمال مالي. من المعلومات الموجودة أنهم قالوا أن دروكدال أمضى وقتا من السلم ووقتا من الحرب مع إخوانه في جماعة الإسلام المسلمين أي شمال مالي، ما يوحي أنه كان في سفر أقله واحدا أو أكثر من سفر إلى شمال مالي بعيدا عن مخبئه في الجزائر، وهذه معلومة مهمة. معلومة أخرى أنه تم الإفراج عن جهاديين في مالي باماكو، وتتبعنا هذا الأخبار نحن مقابل سميلة السيسي السياسي المالي وصوفي بترونا آخر هنا فرنسية، تم إخلاء سبيلهم مقابل الجهاديين، ولم يتكلموا عن الرهينتان الإيطاليتان يعني أيضا تم إخلاء سبيلهم، ما يوحي أن هناك كان عمليتا إخلاء سبيل في نفس الوقت، واحدة لإخلاء سبيل مساجين وجهاديين وأخرى من خلال فدية، وهذه معلومات مهمة. وقالوا أيضا أن الرهينة السويسرية تم قتلها ما سبق وقالته صوفي بترونا وأكدته مصادر فرنسية وسويسرية، ويقولون أن ذلك بسبب فرنسا، لأن فرنسا لم تقبل التفاوض وأرادت أن تغدر بهم وإلى ما هنالك من ذلك. إذن فيديو قصير لكن فيه الوفير من المعلومات. طيب من يكون يعني ما المعلومات المتوفرة بما أنك اطلعت على هذا الفيديو؟ ما أهم النقاط التي أهم ما يمكن أن نقوله عن العنابي أنه عمره 51 سنة، أن له اختصاص في الاقتصاد، ليس له خلفية حربية أو عسكرية رغم أنه دعوا للجهاد ضد فرنسا عام 2013 وإلى ما هنالك، وأنه انضم، إن أخذنا المعلومة من تلك الفيديو، انضم للحراك الجهادي منذ عام 1992-93، أي ما يعيدنا إلى بدايات الحرب الأهلية التي حصلت في الجزائر ما يعرف بالحقبة السوداء. إذا له باع طويل في خضم هذه الحركات. كان رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس أعيان في تنظيم القاعدة منذ عام 2010 على القائمة الأمريكية كما تفضلت وقلت الإرهابية منذ عام 2015، لكن أيضا على قائمة انتربول منذ عام 2016. وقد تمكنا هنا نحن في فرانس 24 العام الفائت من إيصال عدد من الأسئلة له، 12 سؤال أجاب عنها، وكانت تتطرق لمواضيع عدة أبرزها الجزائر، في مالي، العلاقة مع الدولة الإسلامية، العلاقة مع القاعدة وإلى ما هنالك، وتعيينه بالنسبة لخلفيته يمكن أن نظن أنه سيستمر فيما دفع إليه، وهذا وقت أجرينا معه الأسئلة، يستمر في الدفع الذي دفع إليه دروكدال، أي توحيد حركات جهادية شمال مالي عام 2017 وخلق جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والاستمرار في التجذر في الديناميكيات المحلية إن كان اقتصاديا أو إن كان مع الشعوب الموجودة في تلك المنطقة. وعلمنا مثلا في سياق فيديو أيضا أن تم قتل مع دروكدال، تم قتل جهادي أبو خضرم آخر جزائري ومسؤول ديني من قبائل الدوغون، وهي قبائل وسط مالي. إذن ننظر إذا هذا الأمر من خلال تشعب الحركة وتمكنها شمال مالي ووسط مالي، وأيضا في سياق المعارك مع الدولة الإسلامية. عندما أجرينا السؤال في وقته سألته عن تلك العلاقة وقال لي نحن نعتبر أنهم ضالون وندعوهم للعودة إلى الطريق الصواب، لكن منذ تلك الفترة إلى اليوم حصلت معارك طاحنة فيما بينهم ومئات القتلى، وليس هناك طريق رجعة فيما بين الدولة الإسلامية والقاعدة، وأظن هذه تستمر
هذه المعارك طالما أن الوطأة اليوم ما زالت في منطقة الساحل لتنظيم القاعدة. طبعا معنى ذلك أن توليه زعامة التنظيم لن تغير في استراتيجية هذه الجماعة أو في لا أظنها ستغير جذريا، إنما ستواصل التأكيد على التجذر في الديناميكات المحلية. مثلا على سبيل المثال العنابي تكلم عدة مرات نسبة للحراك في الجزائر، قائلا انه يدعم الحراك في الجزائر او يدعم الحراك كما دروكديل قال في باماكو، او حتى دعم الحراك الذي حصل في مصر. وهذا منهج القاعده خلافا مع منهج الدوله الاسلاميه الذي يقول كل هؤلاء المتظاهرين يتظاهرون لاستبدال الدكتاتوري او طاغوت كما يقولون باخر، وانه لا ينفع الا سياسه السلاح. اذا نرى هنا ان القاعده لها خبره تقوم باي تحاول ان تستفيد من التحركات المحلية لصالحها، خلافا للدولة الإسلامية التي تريد أن تمحي كل شيء وأن تحل محل كل تلك الديناميكيات. شكرا جزيلا. وسيم تساند الحراك وتشجع الحراك، باسكو علاش الحراك يساعدها؟ الدولة الإسلامية يقول لك لا، يقول لك هذو كاع كفار وكاع يكفرون كاع، بصح هادو القاعدة بليز انتيليجون يقول لك لا احنا خلي الحراك هو اللي يحل لنا الطريق، بيان سور برشاد والدعايه تاعهم وكذا باش يحرضوا الغاشي باش ما يحبس، ويقول لكم بعد هي الحادث هي اللي دارت الشيء هذايا الامارات والسعوديه وسبوتنيك، هذا ما كان، انتم كنتوا تسمعوا وتشوفوا بعينيكم، هذا داروا انترفيو هذايا، شفتوا كيفاش يكذب، حبوا يغفلوكم، هنا تعرف بلي سي لور بلان، هنا تعرف بلي سي لو بلون ديالهم، صافي لو كان ما جاش بلون هما راهم يديروا فيه هكذايا ما يتقلقوش وما يخرجوش يريبونديو شو السردين بروجيكتور يخرجوا كاع فرر. اي لو كان انت ما يهمكش هذا البلون هذايا باش دير ماكش دير فيه نتايا، ماكش حاب دير الفوضى اسقاط النظام كيفاش من بعد يدخلوا القاعده والارهاب بون. يعني على كل حال ما يقدرش باسكو كان الجيش تاعنا قوي، عنده جيش قوي وعنده خبره وعنده كذا وما على بالهم بها، تسمى يرموا الشعب كوقود، يرموا الشعب كوقود، يرموه يشعلوا به النار، ولاد الناس هما عايشين في ليترونجي، واحد زوج في سويسرا واللي في سويسرا ولادهم كاع قراو لاباس بيهم، عندهم الدراهم، زيطوط كيف حيحية مخيوبه، مناس بمراركا سابوا مراركا يروح للمروك فاكونس، على بها ما يهضرش على المروك. اي وي باسكو الناس المغاربه هو البروبلام، نتوما ما على بالكمش برك، ونسابو مغاربه كل عام يروح فاكونس للمروك يدهنوه، جامي يهضر على المروك، ما يقولكش المروك اسرائيل سوس مكان كان والو، الجيري سا كونت با، هادي فو تعرفوها فهمتو. شوف نوريكم دونك هادو شواهد اللي ماشي الحادث ولا. انا درت فيديو في 20 مارس اللي فات، هاد الفيديو هادية نهضر على المذكرة الاستراتيجية، كما قلت لكم هذه المذكرة الاستراتيجية هضرت عليها صافي دي زاني، وشنو هو البلون تاعهم الفوضى العارمة كامل كيفاش يديروا. الفيديو هادية واسمها حركة رشاد تحضر للمشروع الإرهابي في الجزائر، كما راني نقول اليوم هم يحضروا لهم في التيران، تسمى درتها عندي عام ماشي باسكو الحراك ولا سبوتنيك ولا كذا ولا كذا. هاي اللي كنت نسمعكم شويه برك باسكو حنقرا لكم منه، خير نعاود نقرا لكم. نديرو الحساسيه تاعو، شوفوا مليح هذا البلون هذايا قلت لكم عليه صافي لونطون، ملي قلت لكم عليه كيفي هذا سي ان بلون تاعهم نتاع الجهاديين، داروه في كتاب اسمه المذكرة الاستراتيجية. هذه المذكرة الاستراتيجية هذه كتبها حسن بن عبد الله ولا اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، هاوليك الجمع القيم لتسجيل المذكرة الاستراتيجية. هذا كتاب تاع الجهاديين قاعدة وما أشبه كيفاش يستولاو على المنضرب ويديروا الخلافة، كما راهم يحوسوا عليها حركة رشاد، يحوسوا عليها مؤتمر الأمة، خلفاء الراشدين من بعد يردوا عليها بنا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الكتاب هذايا تشوفوه قلت لكم صافي طيب صافي دي الصاني ونعاود لكم عليه انا من 2014. هذا الكتاب هذا كيبدا مع الاول ديجا يبدا بهذيك المقوله اللي قلتها لكم في 5 جويلية تاع هذاك خو السلمبولي،
شوفوا يا جماعة الخير، هذا الكتاب هدايا المذكرة الاستراتيجية باش تعرفوا يعني يا رجال، هما ما يجيبوا لكم حتى دليل، ما تشوف حتى دليل، يهضروا بك يطرشوا ما يجيب لك حتى حاجه يعني اللي تقدر زعما تاكد بلي واش راهم يقولوا صح، باسكو على بالهم بلي الشعب ما يقراش له، طبع له برك، الشعب راهو زعفان طبع له باش نخرجوا الزنقه نشعل النار، هذا ما كاسيتو، ما يستحق حاجه كبيره يعني، راهو على شعره كاع ارمي له برك. بصح حنا لا، حنا لازم نحوسوا ونبحثوا ونجيبوا الحقائق ونجيبوا للناس نعطوا لهم الدليل باش ما يقولوكش رانا نخدعوا فيكم، ما نوصيوكم نعسوا في ظهركم وظهر الجزائر، الناس كاع متكبعينه ويجي الاخر يضربك من اللور في دار. فهمت؟ شوف هذا المذكره الاستراتيجيه باش تعرفوا، والله يا خوتي غير انا نحب ننصحكم برك، تقولي نخرج نحير وكذا 22 انيفرسير تاع طاح بوتفليقه وكذا، نقول لك يا با بروبليم مليح، تقولي نخرج مانيفيستي على الحقوق منا باش يسكمونا الحاله، نقول لك روح يا با بروبليم، بصح كي تقول لي راح نخرج باش نطيح النظام، هنا ترمي روحك للتهلكه وتحل البيبان على مصرايع الجزائر للارهاب للاجنبي لكلش، كيما داروا في سوريا وفي ليبيا، شكون داروا في كل البلدان، حرقوهم نفخوا هذا زيتوط ورشاد، نفخوا في هذه الحروب، نفخوا وشجعوا الناس باش يروحوا يحاربوا تما وكذا، حاربوا كاع البلدان، ما زالت لهم غير الجيري ما قدرولهاش، سون با بي. فهمت؟ علاش؟ باسكو عندنا الجيش، الامن، ما تسلاحش، نعرفوا كلش، وحاربناهم في التسعينات، هادو القاعده بالذات. تبعوا مليح، هذا المذكره الاستراتيجيه، هذا اللي كتبوه واسمه محمد بن عبد الله، المذكره الاستراتيجيه الاخ عبد الله بن محمد، بصح انا جو بونس باللي هذا سي ابو مصعب السوري، باسكو لابليم ديالو هو المنظر تاع الجهاد. هاو نوريه لكم باش تشوفوه، كان اللي ما شافوش لا فيديو اللي فات 2014 و 2020 هاديه، نوريه لكم هنايا اليوم قراكم شويه، شوفوا لا تاكتيك. شوفوا لا تاكتيك تاعهم شنو هي. كاين نجيو ليك ان شاء الله باش نقراو كيف ما تقولوش انا نكذب عليكم ولا سبوتنيك ولا الامارات. بسم الله. بون شوفوا البلان تاعهم كيفاش يبدا البلان تاعهم. هاو يقول لك الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على الضحوك القتال. شوف الضحوك القتال يا الخاو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. وش يقول لك هنايا؟ تلقيت عدة رسائل في الآونة الأخيرة يسأل أصحابها عن أهم الجبهات التي يمكن العمل من خلالها في ظل الأوضاع الجديدة، فبعد أن تخوف البعض من تأثيرات الثورات العربية على مسار التيار الجهادي. الجهاديين كانوا خايفين كي ناضوا الثورات العربية. هنا يوري لك باللي الثورة المضادة هي الإسلاميين الإرهابيين هذوك اللي رافدين السلاح، هذوك الجهاديين هما اللي نقلبوا على الثورات. هما يقول لك زيطوط وكذا، يقول لك كاين الثورة المضادة، والثورة المضادة راهي هنا هادو هما اللي داروها، باسكو الشعوب اللي ناضوا ماشي هادو اللي ناضوا. فهمتوا؟ هاو يقولها لك هنايا. فبعد أن تخوف البعض من تأثيرات الثورات العربية على مسار التيار الجهادي، أصبح الجميع الآن يدرك أهمية هذه الثورات في دعم وتثبيت المشروع الجهادي. يقول لك او كونترير هذو ثبتوا لنا المشروع الجهادي وأعطائه قفزة ماراثونية لم تكن لتخطر على قلب بشر. باسكو علاش يقول لك بالشعب نطيحوا الأنظمة ومن بعد حنا ندخلوا بالوسط تستولاو على الشعب. هذه هي الثوره المضاده. وما يقول لكم الثوره المضاده هما داروها السعوديه والامارات والمخابرات يديروا الثورات المضاده. هو يقولها لك هنايا.
ماراثونية بشر. ومن أجل توضيح هذه النقطة سأكشف عن مضمون رسالة كنت قد كتبتها للشيخ أسامة بن لادن بعد نجاح الثورة المصرية، ولكن الأجل كان أسرع من الرسالة. شوفوا شو يقول لك: عندما نريد أن نعرف ونستشف نتيجة حدث معين، علينا في البداية أن نقيس مدى القوة المؤثرة فيه واتجاه كل واحد منها، ثم ننظر فيما يمكن أن تقود إليه وفق الخصائص والمعطيات العامة. وهذه الثورات العربية قد بينت في كل بلد على مشارب مختلفة وأهواء متنوعة، منها الإسلامي والعلماني والوطني والقومي، وسوادها الأعظم من الجماهير البسيطة. ستادير هما يوري لك هنا باللي هما خاطيهم هذه الثورات العربية، ولكن يلوغون سيرفي، ستادير خدموهم بالثورات العربية، دخلوا واسمو تاعهم الجهادي هذاك في الوسط. ويقول لك ينقسموا المجتمعات، تنقسم، قال لك فيها شوف متنوعة، منها الإسلامي والعلماني والوطني والقومي، وسوادها الأعظم من الجماهير البسيطة. ومع ذلك توافقت هذه الجموع بشكل غير مسبوق على إسقاط هذه الأنظمة مهما كلف الأمر بأي ثمن. والحقيقة أن هذا التوافق الاستثنائي هو السبب الرئيسي في إسقاط نظام بن علي ومبارك، وجعل 3 أنظمة أخرى على حافة الانهيار. فالمراقب لطبيعة قرارات وإجراءات كل نظام لقمع الثورة يرى أنها تصب في اتجاه واحد، وهو تفتيت هذا التوافق وتجزؤ عناصره، وهو الأمر الذي لم ينجح فيه أحد منهم. تسمى يقول لك هادو التيارات كيما راهم يعيطوا هادو رشاد رواحوا نتحدوا وحنا كاع كيف وخلونا من الايديولوجيات وما نهضروش عليهم دركا، نهضروا عليهم من بعد. ستادير هذه كاع باش يدوكم على راسكم، باش تعاونوهم باش يسقطوا الدوله الجزائريه، ماشي النظام، باش يديروا فوضى في الدوله الجزائريه، ومن بعد يقول لكم بعد نقصروا. اسكو قصروا بيناتهم في سوريا ولا ما كاش؟ في ليبيا والو. شوف هو يقول لهم هذه مليحه. المهم هنا حالة التوافق الاستثنائي هذه خاصة بمرحلة الثورة وإسقاط النظام، ولا يمكن أن تستمر لما بعد ذلك، ما تستمرش بور هذاك الشيء. وما حدث في تونس ومصر بعد الثورة خير دليل على ذلك. وهذا في الأصل يرجع إلى أن العرب قوم لا تصلح لهم الديمقراطية بحال، وهذا ما دندن عليه بعض علماء الاجتماع في الغرب، وهذا من حفظ الله لهم. استطيع يقول لك العرب ما يقدروش يديروا الديمقراطيه، هو يستعرف بها، تسمى يديروا كيفاش يبروفيتيو، فهمت؟ كيفاش يبروفيتيو من هذه الثورات. وحنا هذه الانظمه زعما يدخل في دوامه كيما ليبيا، تفرقوا بيناتهم كاع الايديولوجيات والاثنيات والقبائل. سوريا كيف الأكراد يتقاتلوا بيناتهم الجماعات الإسلامية، واحد سلفي واحد بن عرفواش واحد شيعي واحد علاوي واحد ما تفاهموش بيناتهم. جاو الجهاديين هما اللي داروا هذا الانقلاب على الثورات، فهمتوا كيفاش؟ اللي كان ينفخ عليهم الزيطوط وهذا رشاد وكذا، يقول لك هذو هما مجاهدين ومؤتمر، هما هذوك لي بروجا فيديو نشوفوهم ان شاء الله، نعاودوا نشوفوهم. هذا هو الانقلاب على الثورة، هذه وحده. نروحو دوكا لاباج 37 باش نلحقو وين رانا اليوم. نعطيكم تسمى شواهد صحاح. شوفوا يقول لك كيفاش نبداو نديرو نبروبوزيو العمل المسلح. اوكي، شوف ثانيا مرحلة القتال، كيفاش نلحقوا لمرحلة القتال. تبدأ هذه المرحلة بالتزامن مع ضعف الشعور بجدوى المظاهرات السلمية، ستادير يولي الشعب يحس بلي المظاهرات السلمية ما جابت والو، كيما راهو يقول رشاد وزيطود وكذا. مازال ما قبلناش الثورة، العصابة ما زالت، لازم كاع يطيحوا، تسمى إسقاط النظام، تسمى ينحي لك الأمل في السلمية. وهي السلمية جابت، العالم كاع شاف بلي كي العسكر كي الشعب ما تصادموا ما والو بوندون 2 ans، قعدت الحالة بيان، سورتو لي ديبي تاع الحراك، تنحقوا جا نظام، دخلوا للحبس كامل، بوتفليقة راح، خوه في الحبس، الدنيا. هما يقول لك نو مازال، باسكو ماهمش حابين الخير للبلاد، حابين تطرطق. شوفوا
يقول لك نبدأ هذه المرحلة بالتزامن مع ضعف الشعور بجدوى المظاهرات السلمية، ويرجع تقدير ذلك للقيادة، فعندما يدرك الناس عدم جدوى المشروع السلمي في إسقاط النظام نبدأ الإعلان عن مشروعنا المسلح لإسقاطه. شفتوا؟ ومن المهم هنا أن نبرمج جميع تحركاتنا العسكرية والسياسية والإعلامية زيطوط لحشد الشعب. كل يوم فيديو، كل يوم فيديو، كل يوم فيديو. هكذا الإعلامية لحشد الشعب والأمة خلف المجاهدين والخيار المسلح حتى نستفيد من الدعم الشعبي والعربي والإسلامي في تغطية تكاليف ومتطلبات العمل العسكري، والذي يجب أن نراعي فيه المبادئ العامة لحروب العصابات. يمكن الرجوع لمؤلفات أبي مصعب السوري فك الله أسره، في يوم يقول لك هنا بصح جاب لي ربي هو اللي يكتبه، فك الله أسره في هذا الشأن فهو خير من تكلم في ذلك. ففي الجانب العسكري مثلا يجب أن نخرج إلى الناس باسم ملائم للمرحلة ومفهوم للعامة، كمثل كتائب مروان حديد في الشهيد الباطل مروان حديد وكذا من عليك. تيوا باش تشوفوا، شوفوا واش نعطيكم. يقول لك شوف سنة تشوفوا، شوفوا يهضروا على الجزائر هنايا، الأسلحة، الانتقال للمرحلة الثانية، مرحلة التمكين. شوف باب 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 باب. العراق، حركة اصطدام بالشمال الإسرائيلي كذا، خدمات، جيود داخلية، تركت الحكومة الشيوعية هناك تأمين استمرار الدولة الإلكترونية من استراتيجي. شوف ويهضروا على الجزائر بزاف هنايا، داو طريحة في الجزائر. يقول لك دولة الخلافة التي سيكون قلبها امتد بين الشام إلى اليمن. شوف هذا هنا يجيب يقول لك دوك نوريكم وشنو هما الجماعات ديالهم في العالم. شوفوا شكون هما الجماعات تاعهم في العالم. ويجب التأكيد على أن نتبع حضور مسار الخط الجهادي الذي يحمل شعلة الجهاد العالمي اليوم، والذي بات يعرف باسم سلفية الجهادية. ولا نقصد أي جماعات مشوهة في الفكر والتصور كحركة حماس وجبهة مرور الإسلامية وغيرها، إن كانت تنطلق من تمتد من نفس الجذور التاريخية. فكتب الإمام سيد قطب قد ترجمت إلى العديد من اللغات واعتمدها الكثير من الجماعات الإسلامية على مختلف أنواعها من الشرق إلى الغرب، ولكنها لا تلاقي القالب المناسب لها إلا عند أصحاب المنهج السلفي في اتباع الكتاب والسنة. فأنتج هذا التروج الفكري مقاتلين عقائديين أخذوا على عاتقهم مقارعة العدو القريب والمتمثل في الحكام المرتدين المبدلين لشرع الله، منطلقين من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يقاتلون يلونكم من الكفار. كفروا كاع الحاجة. شوفوا واش يقول لك هنايا، هم الحركات في شتى بلدان المسلمين، وكانت كما يقول لك فتفجرت نتيجة ذلك سلسلة من الحركات والتنظيمات الجهادية في شتى بلدان المسلمين، وكانت كما رصدها الشيخ أبو مصعب السوري حفظه الله في كتابه سرايا المقاومة كالتالي: تجربة حركة الشبيبة المغربية بقيادة عبد الكريم مطيع 1963، تجربة تنظيم الجهاد المصري الحرية والجهاد في سوريا، تجربة حركة الدولة الإسلامية في الجزائر. شوفوا يا الخوة 83 86 76 80 وما كتبوا 70. شوف تجربة الجماعة الإسلامية في مصر، التحرية الجهادية في تونس، تحرير الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، تحارب الجهادية المعاصرة، التجارب الجهادية المعاصرة في الجزائر منذ 1990 ما كاش فما زالت. شوف راكم تشوفوا هاوليك هادو كاع الجهاديين باش تعرفوا. شتو دونك هذا الكتاب حوسوا عليه باسكو ما نقدرش نبعث لكم بي دي اف ما يخرجليش. ديروا المذكره الاستراتيجيه الى تريز انتيريسون لير، تعرفوا كاع البلون تاعهم. الجزائر محسوبه في الوسط،
هادو رشاد راهم يخدموا هذا المشروع كيما خدموا في سوريا كيما خدموا، ويجيو يقولوا لكم التراث المضادة والانظمه قتلت والشعب ديالها وكذا، وهما اللي قتلوا الشعب، بداو يقتلوا في الشعب ولا بوليس كيريبونداو عليهم، قال لك يا ودي هادو راهم يقتلوا في الشعب تاعهم وخربوا البلدان كامل. هاد الناس رشاد عندهم الدم في يديهم يا خوتي.